هلا في عالم كتير بيعرفوني رح يتفاجئوا بهذا الفيديو ورح يتفاجئوا انه انا عم احكي عن فقدان الامل. هاي يا حلوين، كيفكن اليوم؟ حبيت اليوم تكون القعدة كاجوال، ومثل ما انكم شايفين انا قاعدة هيك قاعدة ما تكون رسمية، قعدة بنات لحتى نحكي عن هذا الموضوع، لانه انا عمليا بدي شارك معكم قصتي وشلون انا قدرت اتغلب على اليأس. فكرت كتير قبل ما اعمل هذا الفيديو وترددت اكثر، لهيك اخذ معي كتير وقت وطولت، لانه يعني هذا موضوع شخصي انا عمليا ما بشاركه حتى مع اصدقائي المقربين، فما بالكم على يوتيوب. بس لانه الموضوع كتير مهم وكتير انطلب مني وبيعني لي شخصيا، وانا هي القناه اصلا انا فاتحتها لحتى اقدم كل شيء ايجابي واقدم فايده، واذا واحد او حد وحده منكم بيستفيد من اني اقول قصتي الشخصيه فهو هذا الفيديو بيستاهل، ولو انه كان فيه شويه احراج. باعتبار عم خبركم قصتي فيمكن يكون الفيديو اطول من العاده شوي، رح اجرب ما يكون كتير طويل، بس انا عمليا ما رح افوت بكتير تفاصيل، لانه الفكره هي ما لكم القصه قد ما انه شارك معكم التجربه، ورح شارك معكم 8 شغلات انا عملتهم لحتى سيطرت على هذا اليأس. ويمكن في كتير ناس تفكر انه هذا الموضوع فيه دلال، لانه انا يعني ظروفي، في ناس كتير بتتمنى انها تكون محلي، وانا بعرف هذا الشيء، بعرف انه في ناس اكيد ظروفها ممكن تكون اصعب من ظروفي بكتير، وانه انا ممكن يكون، وهذا الحقيقه انا فعلا يعني محظوظه وعندي كتير امور ايجابيه بحياتي الحمد لله. بس اللي بدي لكم اياه انه الشعور باليأس مو بالضروره مربوط بالشقاء، يعني مو بالضروره نكون عايشين حياه شقيه لحتى نكون احنا يأسانين، لانه او بالاحرى نمرق بمرحله نشعر فيها باليأس، لانه عموما اليأس بيكون مربوط بشعور بفقدان الامل، يعني ما عندكم هدف، بصير ببطل في عنا هدف، او بطل نقدر نشوف انه عنا هدف او عنا امل بمستقبل يكون افضل، وبنصير بنحس انه نحن عايشين حياه بدون قيمه. هاي المشاعر بتخلينا نشعر باحباط كتير شديد وبيسيطر اليأس علينا، فبالتالي ممكن يكون في ناس كتير عايشين حياة اقل من ما حياتي بكتير واصعب من حياتي بكتير، وانا بعرف هذا الحكي وما مرقوا بهي المرحله، بس انا بدي اياكم تحطوا ببالكم انه التنتين الشغلتين مو مربوطين ببعض. قبل ما بلش القصة خليني أعطيكم لمحة بسيطة عن حالي. أنا كل عمري شخص متفائل، شخص بحب الحياة، بحب الضحك، بحب إنه أنظر لكل شيء إيجابي بكل شيء حوالي، إن كان بالأشخاص أو بالأشياء اللي بتصير معي، بحب أطلع لنصف المليان من الكاسة، وبحب إنه حسن حالي، اشتغل على حالي يصير أحسن، وإنه أنظر لمستقبل أفضل. اجيت على امريكا بال 2012 بعد ما حصلت على قبول بجامعه هون ببoston لاعمل ماجستير بالكوميونيكيشن والماركتينج، التواصل والتسويق، وهذا الشيء كنت انا عم بسعى له لحتى لانه حسيت اني وصلت لمرحله يعني مثل ما بيقولوا سقفت بسوريا، وحسيت انه ما بقى في مجال اني اسعى لمستقبل افضل او اعمل شيء انا بحبه، فحسيت انه هي فرصه كتير مهمه لحتى احسن حالي واسعى لمستقبل افضل لإلي ولعائلتي، وبالاحرى بالاخص لبنوتي. اجيت لهون، ضليت سنتين عم ادرس وما كنت قادر اشتغل بسبب وضع ورائي، بس طبعا انا حظي كتير حلو لاني كنت قاعده مع اخواتي وعندي الحمد لله عائله رائعه بتدعمني وتساعدني دائما، بس طبعا كل شيء كان متغير علي وانا بلشت من الصفر، وهذا شيء يعني منطقي، لانه بيجي مع يعني مثل حق الطموح او ثمن للطموح اللي انا طمحت لكون افضل، ما في شيء بيجي بسهوله، فانا كنت بعرف هذا الشيء. بلشت من الصفر بكل شيء بتتخيلوا، بمدرسة بنتي، بشلون جرب اعمل لها رفقات واعمل لها نشاطات، لإلي حتى طبعا انا ما كان عندي يعني مقارنة بسوريا كثير كان الفرق كبير، يعني ما بقى عندي استقلالية لاني كمان ماني عم اشتغل، ما عندي رفقات لانه ساعتني جاية جديد، ماما وبابا ما كانوا لسه اجوا، زوجي ما قدر يجي لاول لبعد مرور تقريبا سنة بسبب وضع الوراق، كان الوضع يعني صعب، بس انا كنت عرفانة انه رح يكون صعب ومقررة انه انا قبلاني ادفع هذا الثمن اذا كان رح يكون المستقبل افضل. هلا بعد سنتين تخرجت وبدرجة كتير ممتازة، وكنت كتير متحمسة انه بلش بقى ادور على شغل ويرجع يعني رتم الحياة طبيعي بالنسبة لي اكثر، كون مستقلة اكثر الى اخره. بلشت هي الرحلة تبع التدوير على شغل، واستغرقت معي يعني وقت كتير طويل. انرفضت بكتير محلات، وانا مالي متعوده انرفض بسوريا اطلاقا، كنت يعني كل ما اقدم على شغل فورا انقبل. هون لانه خصوصا ببoston المنافسه عاليه كتير، وانا لانه ما عندي اي خبره هون بامريكا، يعني كان اصعب كتير علي اني الاقي الشغل اللي بدي اياه بالمجال اللي بدي اياه وبالليفل اللي بدي اياه. صاروا يعرضوا علي يعني شغلات انا اشتغلتها بسوريا من اكثر من 10 سنين، والراتب كان كتير ضئيل، يعني ما بيعمل شيء ابدا.
اول كم شهر ما كنت اخذ هذا الشغل، بعدين بطلوا يبعثوا لي شغل بالمره. ففكرت انه لازم طيب خلص شو بدي اعمل، خليني بلش السلم من اوله. بلشت ومشان ما اطولكم كثير بهي المرحله، انرفضت كثير مرات، وصرت اخذ الشغل تبع يوم ويومين وثلاث ايام لحتى اغطي على حدا ما له موجود، بس لحتى يصير في عندي خبره على الريزومي. وبعدين لما صرت انقبل بمحلات مهمه مثل مثلا هارفرد، مثل كثير كنت انبسط وهيك، بس طبعا كانوا دائما كلياتهم ل5 أو 6 ايام وما كمل. يعني ثالث يوم يجي حدا لعندي بيقول لي سوري شو اسمه، لقينا حدا ثاني عنده يعني خبره اكبر بهذا المجال، ف thank you for your services، انه شكرا لخدماتك لا تجي بكره. طبعا هذا الموضوع تكرر معي مرتين، ما بخبركم شو صار معي. اول مره كنت يعني ما بعرف شلون قدرت اني ما ابكي قدامه لهذا الشخص اللي هيك عم يقول لي، كثير كانت صعبه علي، لانه كنت عم فكر انه اخيرا هي لقيت شغل محل حلو ممكن انه يصير منه امل لقدام. ضل هذا الوضع يعني سنه كامله وانا هيك عم اتعذب بين شغل وشغل وما عم لاقي اللي انا بدي اياه. وكان بهذه الاثناء تعقدت امور الوراق اكثر، وبطل زوجي قدر يجي يفوت على امريكا بسبب الوراق، ونحن كمان علقت وراقنا ضلت بالبروسس. هون كل شيء بياخذ وقت كثير طويل، وعلقت بالروتين انا وبنتي يعني. يعني تعقدت الامور من كل المحلات، فاضطريت لانه اجاني عرض شغل شيء انا ما بحبه اطلاقا، اللي هو الماليه، اعمل فواتير وهيك، وانا ما لي علاقه بهذا الموضوع. المهم اضطريت اني اعمل هذا الشيء لانه خلص ما عاد في مجال. يعني طبعا هن كثير استغلوني لانه انا ما عندي شيء على الريزومي تبعي مثل ما هن بدهم، وبيعرفوا انه انا وضعي ما حيكون بوضع اني بقدر نقي مثل ما بدي. سو اعطوني راتب قد نص الراتب اللي بياخذوه البنات اللي عم يشتغلوا معي، واللي كانوا خبرتهم اقل بكثير من خبرتي، وما صار لهم يمكن سنه متخرجين من الجامعه، وانا عندي خبره يعني اكثر يمكن 10 سنين، وعندي ماجستير وعندي لغات. هدول الشغلات عموما كثير بيتاخذوا بعين الاعتبار لما حدا بيقدم على شغل، فهن ما اخذوا هذه الامور بعين الاعتبار واعطوني راتب كثير ضئيل. وصرت اشتغل طبعا هون الشغل كثير طويل وما في يعني مزح، فوت 8 بلش 8 لل5 ما برفع راسي، شغل فواتير ارقام وبيتوقعوا منكم كثير لانه كمان في كثير منافسه بقى. المهم يعني الجو ما كان جوي والشغل ما كان شغلي. هن حرام كانوا ظراف، يعني مو الاشخاص هن مين او انه سيئين، لا ابدا، بس هو الجو يعني مو جوي. ويعني الامور من كل النواحي كانت عم تكون اصعب، لاني انا عم بشتغل وعم اقضي كثير وقت طويل، وماني عمليا عم حاسه حالي عم تقدم، انه هذا لوين بده ياخذني هذا الشغل، ما شفت له مستقبل اطلاقا. وكنت كمان عم اجرب اقدم على محلات ثانيه، كلهم يا يكونوا كثير بعاد بدي اروح. طبعا انا فاتني لكم انه انا اشتغلت محلات كان بدي تقريبا ساعه وشوي لحتى اوصل لها، واخذ كذا قطار، والدنيا تكون ثلج كثير، واطلع 6 الصبح وقت تكون الدنيا عتمه، وارجع تكون عتمه كمان. يعني وارجع، يعني هذا الحكي ما طول كثير لانه ما قدرت استحمل انه ما اشوف بنتي لوقت كثير طويل. فيعني هي وحده من الشغلات اللي كمان خلتني اخذه لهذا الشغل. فبلش مع كل الظروف المحيطه ومع ظروف الوراق وظروف كلها اللي حكيتها هلا، بلش هذا الشعور بالاحباط الشديد وبفقدان الامل يسيطر علي. صرت يعني روح على الشغل ما عاد بدي مثلا رتب حالي، انا مو هيك. يعني انا كثير بحب انه اعطيني المظهر الخارجي، لانه بحس الصوره الخارجيه بتعكس الشخصيه وبتقول كثير عننا. فصرت ما بقى بدي اعتني بحالي، صرت روح ما جا بالي احكي مع حدا، وانا شخص كثير بحب الناس. صرت حتى بالويك اند ما بدي اروح شوف حدا، ما بدي احكي على التليفون. طبعا صار يحسسني هذا الشعور بالاحباط انه انا بدون قيمه، حياتي بدون قيمه، انا شو عم بعمل هون، ليش عم ضيع وقتي، ليش هيك الظروف كثير صعبه. طبعا هذا هو الحوار الداخلي اللي كثير خطر اللي بيمرق براسنا، وبصير بنلوم حالنا انه نحن شو عم نعمل، نحن اخطأنا الخيار، نحن شو وين رايحين، ليش انا هيك عملت. كل هدول الافكار بلشت هيك تسيطر علي، وصرت امرض ونحفت كثير، وصرت فكر انه انا ما عندي رفقات. طبعا انا عملت كثير رفقات، بس لانه هذا الشعور سيطر علي صرت ماني حاسه انه فيني اتواصل مع اي حدا. وصلت لمرحله وقفت هيك مع حالي، حسيت انه خلص لازم احط حد لهذا الموضوع. كنت بهي الفتره طبعا انا فاتحه قناتي على اليوتيوب،
العمل الفيديوز عطوني ولو لساعة عم صور فيها، طبعا بياخد أكثر من ساعة، الشغل بياخد وقت كتير طويل. هذا الشغل عطاني مثل فسحة تنفس، فسحة أمل بسيطة. يعني أنا لما كنت أعمل لكم الفيديوز وأطلع فيك، ما بعرف إذا فيكم ترجعوا أو واحد من الفيديوز بيكون هيك، أحيانا بيكون هيك شكل عيوني غريب شوي لأنه بكون عم جرب إني أضحك وأنا من جوا أبدا مالي مبسوطة. ما بعرف إذا رح تقدروا تشوفون بقناتي الثانية طبعا دي لولو. anyways هل هذا الوقت اللي كنت عم اقضيه اني انا عم بعمل فيديوز وعم بتواصل مع اشخاص عم بيقدموا لي محبه وعم بيحسسوني اني انا عندي قيمه لاني عم بعمل لهم شيء عم بيستفيدوا منه، ولو كانت تسريحه ولو كانت اي شيء ولو كانت نصيحه للشعر، هذا الشيء كان يعطيني كثير راحه ولو وقت كثير قصير. بس مو هذا، انا ما وقفت هون، صفنت هيك انه انا عندي بنوته ما بدي اياها تشوفني زعلانه، وصار عندي شعور لمرحله انه صرت احس انه انا لايش عايشه، يعني شو لايش عايشه، ما لها طعمه عيشتي، شو يعني افكار كثير سوداء. المهم شو عملت لحتى وقفت هذا اليأس او بالاحرى سيطرت عليه؟ عملت هدول الاشياء التاليه. اول شيء صرت اعمله اطلع انا وبنوتي ونعمل يعني مشوار الامتنان، هذا هو الترجمه اللي هلا طلعت معي. بلشت كانه عم بلعب انا وياها لعبه، وصرت اقول لها انت مامي قولي بصوت عالي شو بتحسي الاشياء اللي انت ممتنتي لها، او بالاحرى الاشياء اللي انت مبسوطه انك عندك اياها واللي بتحبي انها تكون عندك، خلينا نقولهم كانهم صاروا عنا اوريدي. فصرنا اول مره ثاني مره كان صعب شوي بس بعدين تعودنا عليهم، يعني صرت اقول الحمد لله انت صحتك منيحه، اهلنا والناس اللي بنحبهم مناح، كثير عززت الشعور الايجابي عندي. ثاني شيء ساعدني هو الرياضه، ولو انه مشي، اي نوع من انواع الرياضه. كل ما كنت حس انه هيك بلش هيك صدري ينقبض وحس حالي رح اختنق، فورا اطلع اعمل رياضه، بحس الحركه هي تماما الدواء لهذا الشعور بالانقباض. ثالث شغله كنت اعملها هي ولا زلت اني احط لحالي اهداف ولو حتى كانوا كثير صغار، يعني مثلا خطط لفيديو تنسيق ملابس، فصير اكتب على ورقه انه لازم اعمل هذا الستايل، بدي اروح اشتري من هذا المحل، شغلات بهي البساطه، وبعدين منه لشيء اكبر. يعني حتى مثلا المشي فيكم تعتبروه هدف ليوم، او مثلا على اسبوع اقول مثلا بدي احكي مع الشخص الفلاني لحتى نسق للشيء الفلاني. لازم نحط اهداف لحتى نحس انه نحن في عنا مهمه لازم نعملها، كثير بتساعدنا كمان. رابع شغله اليوغا حطيتها لحالها غير الرياضه، لانه اليوغا لها خصوصيه باعتبار، خصوصا هذا النوع اللي انا كنت اعمله اللي هو التمطيط، كان يعمل كثير تمطيط للعضلات، يعني حس انه هيك الطاقه السلبيه عم تطلع من جسمي مع كل حركه بعملها باليوغا. لانه حسيت انا وقت اللي كنت بهي المرحله، خلينا نسميها المرحله السوداء، دائما احس انه جسمي منكمش على حاله وعضلاتي منكمشين وما عندي الرغبه حتى بالمشي، حسيت حالي كلياتني منكمشه. فاليوغا عكس هذا الشيء تماما، حتى الباستشر تبعي او بالاحرى كيف انا شكل جسمي بيعطي شعور انه انا شخص متفائل، ماني يعني حزين، وهذا الشيء بيقنع العقل كمان ويخلينا نحس بطريقه ايجابيه اكثر. خامس شغله صرت اجبر حالي اني اطلع اشوف رفقاتي واخذ قرار انه انا ما راح احكي عن اي شغله سلبيه ابدا، بدي اطلع وانبسط واحكي عن شغلات ايجابيه. هذا الشيء كثير ساعدني. سادس شغله صرت كثير اقرا، او بالاحرى اسمع، انا لانه كثير بحب اسمع الكتب اكثر، اسمع الكتب اللي بتحكي عن كيف نعيش حياه افضل، بس مو هذا الحكي اللي كلياته تاملات وتمنيات، لا، اشياء عمليه للايف كوتشز، او بالاحرى هن المدربين لانه شلون بتعيشوا، مثل توني روبنز اذا انتم بتعرفوه. في كثير طبعا كنت اقرا لفلاسفه واقرا كتب، ولا زلت صار عندي يعني هوس بهذا الموضوع، بقرا شلون بطريقه عمليه انه بنقدر نتجاوز اي مرحله تكون صعبه بحياتنا، ونجرب انه نكون ايجابيين ونحقق اهدافنا. سابع شغله صرت راقب الافكار اللي عم تمرق براسي، كل ما تمرق فكره حسها سلبيه فورا راقبها وجرب قوم مباشره، او غير مكاني، او احكي تليفون، او اسمع غنيه، اعمل اي شيء بخليني سيطر على الافكار اللي عم تمشي براسي، او بالاحرى وقف الافكار السلبيه. آخر شغلة فيني أفكر فيها هي إني جربت أتواصل مع أشخاص ممكن يساعدوني بإني أحدد هدفي، أعرف بالضبط أنا شو بدي، لأنه أنا عندي فكرة أنا شو بدي، بس ما كنت، وخصوصا لما بيكون في عندي مرأة بمرحلة هيك يائسة، بصير أصعب كتير إنه يكون عندنا رؤية واضحة لمستقبلنا. لذلك استعنت برفقات وبأشخاص ممكن يساعدوني حدد هي الرؤية، حدد هالأهداف، دلوني طرقات إنه أقدر أحط لحالي مثل خطة لحتى أوصل لهدول الأهداف. طبعا أنا بعرف إنه هن طريقهم كتير طويل هدول الأهداف وفيهم شغل كتير، ولكن أنا اجيت لهون مشان أعمل هذا الشيء. أنا ما عندي مشكلة إني أشتغل كتير، المهم إني أوصل لهذا الهدف وحس إنه في مثل ما بيقولوا بالإنجليزي ضوء بآخر النفق.
هذا الشعور لحاله خلاني متأملة بمستقبل أفضل، وخلى عندي شعور إنه بلا أنا عندي قيمة، وهذا التعب اللي أنا مرقت فيه رح يكون له نتيجة إيجابية بالأخير. اللي حابة أوصلكم إياه بعد ما عملت لكم ملحمة كتاب حياتي يا عين هو إنه أغلبنا ممكن نكون كلياتنا بنمرق بظروف كتير صعبة، بس بغض النظر عن هاي الظروف نحن لازم يكون عنا الإرادة ونفكر إنه ناخد زمام الأمور. يعني نحن يكون عنا نسيطر على هذه المواقف اللي نحن بنوقع فيها، اللي هي الفكرة إنه شلون نحن بنتجاوب مع الظروف الصعبة. إذا استسلمنا لها ما في مجال نطلع منها، لأنه ما في شيء بيطلعك من هذا الوضع إلا أنت. وبتمنى تكون هاي القناة بتعطيكم شوية إيجابية وتلجأوا لها بالأوقات الصعبة اللي ما بتمنى إنكم تمرقوا فيها، ولكن للأسف كلياتنا بنمرق فيها. يعني هاي القناة إذا بتعطيكم شوية إيجابية ولو لبضع دقائق أنا كتير مبسوطة. طبعا أملي أكبر بكتير من هيك، بس هدول الدقائق بكفوني. هاي كانت قصتي عملتها، واخيرا ما كنت متوقع اني رح اقدر اخلصه لهذا الفيديو، كثير كان صعب علي. بتمنى انه يكون فاتكم، وشكرا كثير لانكم تابعتوني، ولا تنسوا انكم تعطوني كمان اقتراحات، وبشوفكم الاسبوع الجاي. باي.